دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية بعاهم محافظة حجة هي الدار التي اعتدى عليها الحوثي الشيعة الرافضة الاثنا عشرية. اعتدوا على دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية في عيد الأضحى، في يوم ثاني عيد الأضحى، وكان بداية الاعتداء بالسيطرة على جبل وكل. بداية الاعتداء كان السيطرة على جبل وكل في يوم عيد الأضحى، ولم يحترموا مكانته فجعلوه مربضا لتناول القات والتخزينة والجلسات، وجعلوه مكانا للهو واللعب. وبدخولنا إلى دار القرآن الكريم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها هي دلائل حقدهم وغيظهم لدار القرآن الكريم. دلالة طلقات الرصاص، فلم يحترموا قداسته ولا مكانته، بل أنهم هانوا كتاب الله وداسوه بالأقدام. وهذه بشاعة وحقارة ودناءة الحوثيين والاثنا عشرية. هذا هو المصحف الكريم الذي داسوه بالأقدام وقطعوه ومزقوه بالرصاص، وما ذلك إلا دليل على حقارتهم ودناءتهم. هذا ما تبقى من رفات، من أثاث وممتلكات دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية. وها هو واضح في جدار الدار وفي التلفزيون طلقات النارية والأعيرة النارية، وأحرقوا حتى كل شيء دمروه داخل دار القرآن. ها هو الدليل واضح، هذه الأعيرة النارية والطلقات الرصاص في كل شباك من شبابيك الدار، في كل شباك. وها هو الشباك الآخر، وها هو الشباك الآخر، كل شباك إلا وفيه طلقات نارية. لم يتركوا شيئا إلا أحرقوه، ولم يتركوا كتابا إلا مزقوه، ولم يتركوا جدارا إلا هدوه وضربوه بالأعية النارية وبالطلقات النارية. أما الإدارة وما أدراك ما الإدارة، تلك الإدارة التي كانت تقعد فيها وتجلس فيها إدارة دار القرآن الكريم والعلوم والمكاتب. لم يتركوا شيئا في هذه الإدارة إلا هدوه، ولا شباك إلا هدموه، ولا جدار إلا هدموه، كما هو واضح بالأعيرة الثقيلة بالRPG والB10 وغيرها. وكل أدوات الطلاب عبثوا بها وأحرقوها، حتى محلات ومفاتيح كتاب الله ممزق على أرض دار القرآن الكريم. ها هو كتاب الله ممزق على أرضية سكن الطلاب، وهذه حقائب الطلاب. لم يتركوا منها شيئا إلا قطعوه، ولا نسبا إلا نهبوه. ها هو الشباك كسروه بالأعينة النارية ولم يتركوا فيها شيئا. حتى المصاحف، حتى مصاحف الطلاب الذي في سكن الطلاب لم يتركوا منها شيئا إلا عبثوا به ومزقوه وقطعوه. لقد تجلى عبر التاريخ وعبر السنوات الطويلة حقد الشيعة الاثنا عشرية على الإسلام والمسلمين. ها هي الغرفة الثانية من سكن الطلاب، هدوا بابها وأثر الأعيرة النارية الثقيلة أعيرة النارية في كل جدران الدار. لم يتركوا جدارا إلا ضرروه، سواء كان من الداخل أو من الخارج. أرهبوا الطلاب والمدرسين العزل الذين لا يمتلكون سلاحا ولا يمتلكون إلا الدفتر والقلم، وإذا بالشيعة الاثنا عشر يواقفونهم في ثاني العيد وثالث العيد. وها هو أكبر دليل على حفظهم وغيرهم هذه الحقارة والدناءة بالضرب بأعشى الأسلحة ضد دار القرآن الكريم. لم تكن موقعا عسكريا ولا موقعا حربيا، ولكنه موقعا لتعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، موقعا للمعرفة والعلم،
موقعا تخرج من دار القرآن الكريم العشرات من الحفاظ لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل المئات من حفاظ كتاب الله تخرجوا من هذا الدار، وما كان من الشيعة إلا محاولة هدمه والليل من مكانه، هو دليل واضح على أنه مصدر المصحف الشريف، لم يتبقى منه إلا الأثر. ها هو الدليل الواضح، ها هو الدليل الواضح من تمزيق للمصحف الشريف وتبديع لكتاب الله. ها هو الدليل الواضح على حقد هؤلاء الأنجاد والأرذال، حقدهم الواضح على هذه الدار الكريمة، الدار التي تخرج منها الحفاظ والوعاظ والخطباء والمرشدين على مستوى المحافظة بل إلى محافظة أخرى، وخلطوا النعال بل جعلوا النعل فوق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرفة الثانية من سكن الطلاب، وهذا شعارهم الذي يرددوه: الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود. لكننا لم نرى أمريكيا يموت ولا إسرائيليا يموت، بل رأينا يموت المسلمين وتهدم دار القرآن ومسجدها ومطبخها وأن يبقى منها شيء. فأين الموت لأمريكا وأين الموت لإسرائيل وأين اللعنة على اليهود؟ هذه الغرفة الثانية من سكن المدرسين، قسم الأيتام، والتي كان يتربى فيها الأيتام أكثر من 50 يتيما، وأكثر من 50 يتيما في كل عام كانوا يتربون ويترعرعون ويتعلمون العلم النافع، يتعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتعلمون صحيح الحديث وصحيح السنة، يتعلمون التفسير، يتعلمون التربية الإسلامية والنشأ الطيب. لم يرد ذلك للشيعة على أن يربى دين الإسلام هذه التربية وهذه المكانة العظيمة، بل هذا هو دليل حقدهم. لم يتركوا حتى مفاتيح الكهرباء من أن تكسر بأيديهم إن لم تكسر بالأعيرة النارية. بل قال: شرد بهم من خلفهم. وأما سكن طلاب دار الأيتام فلم يتركوا منه جبالا إلا كسروه، ولا صغيرا إلا نهبوه، ولا فرشا إلا أحرجوه. لم يعجبهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، بل أنهم حاولوا طمسه بأن يكتب بجواره: نحن أنصار الله وما هم إلا أنصار الشيطان، لم يكونوا أنصارا لله في يوم من الأيام. كل مكان تدخله في السكن أو المخزن أو في أي موضع إلا وتجد أثرا حقيقيا لحقد الشيعة، سواء كان في الدار أو خارجها أو في سطحها أو في سلمها، إلا وتجد أثرا لهم، لكنه ليس بالأثر الحسن. ها هو حتى الدور الثاني لم يسلم من كيدهم وغيظهم وحقدهم ومكرهم وخيانتهم للإسلام والمسلمين، لم يسلم من ذلك، بل ناله من شرهم ما نال الدور الأول، رغم أن الدور الثاني لم يكتمل بناؤه. لم يسلم حتى مسجد دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية من خبثهم وكيدهم ومكرهم، بل ناله ما نال دار القرآن الكريم من تدمير وتخريب وتكسير وإتلاف لكل الممتلكات. حتى المئذنة لم تسلم من شرهم، بل ضربت بالأعلة النارية. المئذنة التي كان يرتفع منها صوت الأذان: حي على الصلاة. مسجد دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية لم تسلم مئذنته كما ذكرنا سابقا، ولم تسلم شبابيكه بل كسرت ودمرت، ولم يسلم أساسه
ولا إذاعته ولا تخاريمه، كل ذلك أطلقوا عليه اللعنة النارية سواء كان من الداخل أو من الخارج. ها هو دليل حقهم واضح للعيان. مسجد دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية. لم يسلم البيبان ولا الشباك، لم يسلم من ذلك ولا شيء إلا وهي المروحة. كما هو واضح أطلقوا عليها اللعنة النارية في كل مكان، لم يتركوا شيء إلا وهدوه وخربوه، وكأن هذا ليس بيتا من بيوت الله. وأما المصحف الشريف كتاب الله فلم يحترموا قداسته ولا مكانته ولا مشاعر المسلمين تجاهه، بل قطعوه ومزقوه، كما رأينا ذلك داخل دار القرآن الكريم، وكما رأينا في مسجد دار القرآن الكريم. ها هي الدواليب التي كانت تمتلئ بالمصاحف، لا يوجد فيها إلا بعض المصاحف. وها هو الباب الخلفي للقبلة أطلقوا عليه النار وأطلقوا عليه الرصاص. الزبالة التي تقع في مؤخرة المسجد الذي تقام فيه الصلوات. البرادات التي كانت توجد في هذا المكان. وها هو أثر واضح، أثر الأعيرة النارية والقذائف التي كان يستعملها الحوثية والاثنا عشرية على دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية. واضح للعيان وواضح لكل مشاهد على أن دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية التي تربى فيها المئات وتخرج منها المئات من طلاب العلم الشرعي والذين تربوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا من هذه القصبة أطلق النار وأطلقت القذائف على دار القرآن الكريم والعلوم الشرعية. وفي هذا المكان تمترسوا بعد ذلك بعد أن سيطروا على الدار. من هنا من هذه القصبة أطلق النار، كما أنه أطلق النار عليها من الشتير من هذا الجبل الذي يقع في جهة القبلة لدار القرآن الكريم والعلوم الشرعية. هذه الشعارات البراقة والخادعة والماركة التي كان يرفعها الحوثة. هذا هو مكان المولد الكهربائي الخاص بدار القرآن الكريم، لم يتركوا منه إلا هذا الرفات، وأخذوا الماطور وسرقوه ونهبوه ولم يتركوا شيئا، وأخذوا خزان الديزل الخاص به، وأخذوا كل ممتلكات الدار سواء كان ماطور أو أدوات طبخ أو أدوات أو أثاث أو أسرة. الذي لم يأخذوه هدموه في مكانه. هذه هي